أخيرا العميل لقى اليونت اللي بيدور عليها وعجبته. يونت كانت موجودة جوه كومباوند، وشافها وعجبته جدا وكان جاهز إن هو ياخد إجراء، بس كان في مشكلة صغيرة. كان عايز يدفع مقدم وأقساط، وطبعا المالك لليونت دي موافقش بالكلام ده. مفيش حد دلوقتي بيفرط في السيولة. عميل تاني كان عنده بيزنس وكان محتاج سيولة في أسرع وقت، وكان عنده وحدة تجارية موجودة جوه مول، بس ما كانش يعرف إن هي ممكن تجيب له تمويل لحد 60 مليون جنيه مصري في أقل من أسبوع وبأسرع طريقة. بروكر موجود في الماركت قابل الاتنين عملاء دول وقابل المالك. فضل يحاول ويدور على عملاء عشان يشتروا من المالك. للأسف السعر كان عالي وكان كله عايز يدفع جزء ويقسط الباقي. والاتنين عملاء التانيين للأسف ما كانش عنده الحل ليهم. مش عشان هو مش شاطر، هو عنده كل المعلومات اللي ممكن يحتاجها أي كلاينت عشان ياخد أنسب قرار. بس هو كان ناقصه معلومة صغيرة أوي، إن في حل لكل ده. لو عندك نفس مشكلة العميل الأول أو العميل التاني أو حتى المالك اللي عايز يبيع اليونت بتاعته بس مش لاقي اللي يدفع له السعر كله كاش، أو حتى لو أنت البروكر اللي لسه ما عندكش معلومة بالحل ده، اكتب لي تفاصيل في كومنت وأبعت لك الحل كله في رسالة.